السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده عايزين نلخص الفصل الثالث ما قبل الدينامو في كلمتين، بحيث ان احنا ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي هنشرح الدينامو اول حصة في الدينامو بالنسبة لمجموعة الاونلاين على حصص زوم. طيب تمام، تعالوا كده عايزين نعرف الفصل الثالث عايز يقول ايه. الفصل الثالث عايز يقول لك ان انت لو معاك موصل والموصل ده اتحرك في مجال، يبقى في عندك هنا معادلة. لو انت معاك موصل متحرك في مجال هيساوي على طول تيار، والتيار اللي بينتج من حركة الموصل في المجال تيار ما هواش زي تيار البطارية اللي انت متعود عليه، لا ده تيار من نوع تاني اسمه تيار مستحث. يبقى لو حصل تحرك للموصل في قلب مجال وقطع مجال متغير، ده هينشأ فيه تيار، التيار ده اسمه تيار مستحث، هتولد فيه تيار مستحث. تعالوا كده نشوف الفكرة. طبعا الدينامو ده يعتبر زي دينامو صغير كده. انا عندي دايرة كهربية فيها مصباح، بس انا مش عايزة اوصله ببطارية، انا عايزة المصباح ده يضيء من غير بطارية. ايه الجهاز اللي في ايديا ده جواه ملف. الملف ده اهو ملف بيتحرك بين قطبي مغناطيس، في ان وفي اس. طيب تمام، قطبي المغناطيس ده عشان يوفر لي مجال. لما الملف هيتحرك في قلب المجال هيقطع المجال ويتولد تيار مستحث. لما ايه؟ لما الملف يتحرك ويقطع خطوط المجال هيتولد فيه تيار مستحث. فطبعا هتقول المصباح مش منور، مفيش تيار، لان انا لسه محركتش الملف اللي جوه. انا هحركه ازاي؟ ممكن احركه يدوي. يبقى انا دلوقتي هلف الملف اهو عن طريق ايدي، ان انا هحرك الملف الداخلي. فلما يتحرك الملف الداخلي يا ريت تكون واضحه، انا حاولت اصور الصوره الاول من غير اضاءه. دلوقتي لو حد شايف الاضاءه اللي ظاهره، يبقى انا دلوقتي هحرك الملف هيقطع خطوط المجال، هيجي تيار مستحث هينور المصباح. تمام كده يا شباب، هي ده كده الملخص بتاع الدينامو اللي احنا هنشرحه بالتفصيل وتركيبه الحصة اللي هي خاصة بيوم الحد. طيب يبقى احنا بنتكلم عن ملخص للفصل الثالث، ان انت عندك موصل هيقطع خطوط المجال المتغيرة فينشأ فيه تيار مستحث. بالنسبة بقى للديناموهات بقى الكبيرة او اللي بتولد تيار يشغل مصانع، مش معقول هيحركوا الملف الداخلي بايديهم، امال هيحركوه ازاي؟ ممكن عن طريق طواحين الهواء. طواحين الهواء دي ما عبارة الا عن ريش. الريش دي بتكون موجودة في المدن الجديدة اللي فيها هواء شديد، فبتحرك الريش دي متوصلة بالمحور الخاص بالملف فبتدوره. وممكن الريش دي ممكن تكون موجودة عند مساقط مياه بنسميها توربينات. الريش دي بتتحرك برضو عن طريق سقوط المية، فبتدور وتلفف معاها الملف بدل ما احنا نلففه يدوي. بالنسبة للعناوين اللي احنا بندرسها في الفصل الثالث ما قبل الدينامو هي كالآتي: رقم 1 تجربة فاراداي. رقم 2 بنحسب الاي ام اف المتولدة في سلك. رقم 3 عندنا حاجة اسمها الحس المتبادل. رقم 4 الحس الذاتي. رقم 5 تطبيقات على الحس الذاتي. طيب هنبدأ بتجربة فاراداي. كل الكلام اللي احنا هنقوله ما قبل الدينامو حتى الدينامو هنوصف فيه ازاي الموصل لما اتحرك وقطع مجال متغير نشأ فيه وتولد فيه تيار مستحث، تيار غير التيار اللي انت متعود عليه انه يجيلك من البطارية. طيب في تجربة فاراداي احنا بيكون عندنا ملف لولبي او حتى ملف دائري، اي ملف، والملف ده دايرته مغلقة بس معاه جلفانو، ما معهوش بطارية. وهنا هوفر المجال عن طريق مغناطيس طبيعي N و S. يبقى المغناطيس الطبيعي ده عشان يوفر مجال، والملف ده عشان يقطع المجال بلفاته بمساحة اللفات، هيقطع المجال فينشأ فيه ويتولد فيه EMF مستحثة نقدر نحسبها من خلال قانون فاراداي. يبقى احنا عندنا الحساب الاي ام اف المستحثة عشان نحسبها بنشوف الموصل اللي عندنا هل على شكل ملف ولا على شكل سلك. لا، هنا على شكل ملف. على شكل ملف بنحسبه من خلال قانون فاراداي اللي هو بيقول ان الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي. طب ليه بنقول دلتا؟ لان الملف ده لازم يقطع خطوط متغيرة،
لازم يحدث دلتا في الفاي. طيب يعني ايه برضو خطوط متغيرة؟ باللغة العربية كلمة خطوط متغيرة يعني ممكن تكون متزايدة أو متناقصة. طب وإمتى تزداد؟ لو أنا قربت المغناطيس ده هقربه وقرب خطوط المجال اللي هي بتخرج من القطب الشمالي تروح للقطب الجنوبي، فلما بيقرب الخطوط معاه فبتزداد، فالملف بيقطع خطوط متزايدة. ولما ببعد الخطوط دي بتقل في الملف فبيقطع خطوط متناقصة، وفي الحالتين بيحدث تغير. لكن لو ثبت ده وثبت ده هيبقى القطع ثابت، والقطع الثابت مش هينشأ عنه تيار مستحث ولا EMF مستحثة. طيب يبقى قانون فاراداي كنص ممكن نقول ازاي؟ ان EMF المتولدة في الملف تتناسب تناسبا طرديا مع المعدل الزمني الذي يقطع به الملف خطوط الفيض، وكذلك مع عدد اللفات. تمام. طيب احنا دلوقتي انا عايزة اوظف القانون ده عشان احل بيه مسائل، فممكن يكون القانون ده ليه صور عديدة. نكتب جميع الصور الخاصة بالقانون ده عشان نحل بيه المسائل. انا عندي اول صورة اني ممكن اقول EMF بتساوي -N والفاي ام تتغير، فيبقى عندي فاي ام 1 وفاي ام 2. ساعتها هطرح اقول فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 على الدلتا تي. يبقى انا امتى استخدم القانون فاراداي بالصوره دي؟ لو قال لي ان الفاي ام مثلا كانت 5 وبر وبقت 7 وبر، هقول 7 ناقص 5 واضرب في عدد اللفات على الزمن، يبقى ساعتها قانون فاراداي يتكتب بالصوره دي. طيب مش تنسى ان الفاي ام عباره عن A B ساين سيتا، وبالتالي الفاي ام دي ممكن التغير فيها يحدث بسبب الايه او بسبب البي او بسبب الزاوية. طيب لو كان التغير بسبب الايه هنقول الاي ام اف يتكتب بالقانون بالشكل ده -N. التغير حدث بسبب الايه يبقى البي بره الموضوع، بره التغير، والايه تتكتب كالاتي A2 ناقص A1. وغالبا لما يغير لك حاجة من دول بتبقى حاجة واحدة، فالمساحة اتغيرت يبقى أكيد الزاوية ثابتة على القيمة 90، يبقى ان بي في A2 ناقص A1 على الدلتا بي. طب افرض حدث تغير في البي، يصبح قانون فاراداي بالشكل ده -N، والاي ملهاش دعوة بالتغيير، ولكن البي اتغيرت بقى عندك B1 وعندك B2، يبقى ساعتها تقول B2 ناقص B1 على الدلتا تي. وبتستخدم السالب في القانون، ولو كانت الاختيارات فيها سالب او موجب انت بتشوف الآلة الحاسبة حسبتها ازاي. طب افرض التغير حدث في الزاوية، ساعتها هتقول الاي ام اف بتساوي -N. الاي ما اتغيرتش، البي ما اتغيرتش، بس هتقول ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على الدلتا تي. تمام كده؟ يبقى ده كله خاص بقانون فاراداي. ادي تجربة فاراداي اللي بيحدث فيها تولد تيار مستحث اثناء التقريب واثناء الابعاد، ولكن الثبات لا. طيب مين اللي بيتحرك؟ اي حد فيهم يتحرك، المغناطيس ده يقرب او يبعد، او ثبت المغناطيس ده يقرب او يبعد. طب افرض الاتنين اتحركوا في نفس الاتجاه وبنفس السرعة. لو في نفس الاتجاه وبنفس السرعة مش هيتولد تيار مستحث. ليه؟ لان انا بقول ان مثلا الملف قرب من المغناطيس وبالتالي خطوط المجال تزايدت، لكن وهو بيقرب المغناطيس نفسه بعد خطوة، ده قرب خطوة وده بعد خطوة، فالعدد اللي كان زاد رجع تاني للأصل فأصبح قطع ثابت. طيب لو الاتنين اتحركوا جهة بعض، لو جهة بعض لا كده هيتولد EMF مستحث. طيب تعالوا بقى نشوف الجزء اللي بعده اللي هو EMF المتولدة. طيب عايزين نحسب EMF المتولدة في السلك نتيجة قطعه للمجال، فهنقول BLV ساين سيتا. سيتا بين اتجاه حركة السلك والمجال، بين اتجاه حركة السلك والمجال. طب تمام، احنا هيبقى عندنا هنا مغناطيس ادي N وادي S وادي سلك. السلك ده له دايرة، الدايرة دي مش فيها بطارية، ممكن يكون فيها جلفانو. طيب هي ما فيهاش بطارية، فعايزين نجيب فيها تيار، والتيار ده اكيد هيجي بدون بطارية، فبنجعل السلك يقطع هذا المجال اللي هو فيه يقطعه، فبيتحرك لأعلى ولأسفل عشان يحدث قطع. لو السلك اتحرك موازي للمجال ساعتها الزاوية اللي بين اتجاه حركة السلك والمجال هتبقى بصفر، وتكون الإي ام اف كلها بصفر.
وهنشوف مثال يوضح الجزء ده. هنا البي كثافة الفيض، ال طول السلك، الفي السرعة، والزاوية اللي بين اتجاه حركة السلك والمجال. تعالوا نشوف مسألة من كتاب الوسام على الجزء ده. يقول لك فين الشكل اللي بيتولد فيه في السلك اي ام اف؟ هو الشكل النهوض. تعالى هنا دي كلها أسلاك، فأنا بستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث في السلك قاعدة فيلمنج يد اليمنى. يبقى أنا دلوقتي إزاي بحدد اتجاه التيار المستحث؟ أشوف الموصل اللي عندي، لو الموصل على شكل ملف بستخدم فيها قاعدة لينز. لو الموصل على شكل ملف سواء دائري أو لولبي بستخدم قاعدة لينز، لكن لو الموصل على شكل سلك بستخدم قاعدة فيلمنج لليد اليمنى. أنا عندي هنا السهم ده مكتوب عليه السرعة، ده اتجاه السرعة. طب والسهم التاني الكتير ده المجال. طيب ما هنا اتجاه السرعة أو اتجاه الحركة موازي لاتجاه المجال، يبقى مش هتنشأ ام اف مستحثة، لأن الزاوية هنا هتبقى بصفر. تاني الزاوية اللي بين اتجاه الحركة والمجال هنا الزاوية تعتبر بصفر. طيب تعالى نشوف شكل ب. هنلاقي هنا السهم اللي مكتوب عليه السرعة مازال بيوازي المجال، فتبقى الزاوية اللي هي السيتا اللي احنا عايزينها قيمتها بصفر، فمش هتولد اي ام اف مستحثة. طيب تعالى نشوف شكل ج. هنا بقى عندك اتجاه الحركة ما هواش موازي للمجال، هستخدم قاعدة فيلمنج لليد اليمنى، وهقول ادي المجال جهة اليمين والحركة لأعلى، إذا التيار هيكون لأعلى. التيار لأعلى عمرها ما تيجي، السلك محطوط كده أفقي، فالمفروض لما يكون السلك كده التيار بيمشي بطول السلك، يا تقول لي يمين يا تقول لي يسار يا تقول لي يمين. لكن تقول لي ان التيار هيطلع لأعلى ازاي؟ هيمشي في الهواء. هيمشي في الهواء ازاي؟ هو بيمشي خلال السلك خلال طوله. يبقى انا لو جيت طبقت قاعدة فيلمنج اليد اليمنى هلاقي التيار مش نافع يتحرك لأعلى. هنا التيار حاجة من الاتنين، يعمل سهم كده يعمل سهم العكس، فكده يبقى مش هيتولد اي ام اف مستحثة لاني ما عرفتش اطبق عليها القاعدة. طيب تعالى هنا عندك المجال عمودي على الصفحة الى الداخل والقوة الاعلى، التيار المفروض يكون جهة اليسار. طيب لما يكون السلك كده وعايز تعمل عليه سهم، يا اما السهم الاعلى لا اما السهم الاسفل. ينفع يبقى السهم هنا على السلك اللي بالطول ده هو جهة اليسار؟ مش هينفع، يبقى مش نافع يتحقق تيار جهة اليسار، يبقى هنا مش هيتولد اي ام اف مستحثة. طب تعالى نشوف الشكل الاخير، ادي المجال وادي اتجاه الحركة جهة اليمين، يبقى التيار لأعلى. التيار ينفع يمشي في السلك ده لأعلى؟ ما هو التيار بيمشي بطول السلك، طول السلك يعني الأعلى أو الأسفل، وهنا احنا قلنا الأعلى ينفع. يبقى بالتالي الشكل الوحيد اللي ينفع يتولد فيه ام اف مستحثة هو الشكل العنوان اللي بعد كده الحث المتبادل. بستخدم فيه ايه؟ بدل المغناطيس الطبيعي اللي كان بيقدم المجال هجيب مغناطيس كهربي وبرضه هيقدم المجال، نفس الدور اللي كان بيقوم به المغناطيس الطبيعي، ولكن هجيب مغناطيس كهربي. المغناطيس الكهربي هيتيح ليا ان انا انوع في دايرته بحيث ان يكون معايا ريستات، وطبعا لازم بطارية عشان مفيش مجال بينشأ بدون تيار، ولكن المجال الناشئ عن مرور تيار، وهيكون عندي مفتاح كي، وبالتالي هقدر هنا أتعامل مع التيار من خلال الريستات وكمان من خلال المفتاح غلق وفتح. وهيكون معايا الموصل اللي كان موجود في تجربة فاراداي زي ما هو، بس هيكون معايا هنا مؤشر للجلفانو. هنا علشان ينشأ في الموصل تيار مستحث لازم الموصل يقطع مجال. يا ترى هيجيب المجال منين؟ هيجيب المجال من المغناطيس الكهربي. التيار بيمر من القطب الموجب بالمنظر ده، وبالتالي التيار هيبقى هنا ان وهيبقى هنا اس، ويبقى ده عندك برضو ليه خطوط في المجال اهي من الان للاس، وهذه الخطوط هيقدر يقطعها الملف المجاور. وعشان القطع يكون متغير فاحنا ممكن نقرب ونبعد اي واحد فيهم. يبقى انا معايا طريقة تغيير المجال علشان يتم قطع متغير وبالتالي ينشأ تيار مستحث. خلي بالكم ان ممكن الملف ده يقطع مجال وما يجيش فيه تيار لو كان بيقطع مجال ثابت او كان القطع ثابت ما فيهوش تغير، ففي الحالة دي بنقول ان مش هيتولد فيه تيار مستحث. فعشان يتولد فيه تيار مستحث عايزين نغير المجال، فاحنا بنزود او ننقص من خلال الابعاد والتقريب. يبقى التغير هنا ممكن يجي عن طريق الابعاد وممكن يجي عن طريق التقريب. وفي حاجة كمان،
هو مش المجال للملف ده، مش ده عبارة عن ملف لولبي ميو ان اي على ال. طب ما انا ممكن اغير المجال بحاجة تانية غير الابعاد والتقريب عن طريق التيار، فممكن ازود التيار او اقلل التيار من خلال الريستات. يبقى برضو في حاجة اسمها زيادة التيار وفي حاجة اسمها نقصان التيار. وممكن كمان اغير في المجال عن طريق المفتاح. ليه بقى؟ ما ده تيار مستمر، المفتاح هيعمل ايه؟ التيار المستمر ما هواش اللي هو بين الاي والتي، ما هواش تيار ثابت على طول الخط زي ما انت متخيل. امال ايه؟ التيار عشان يثبت بياخد نفس، بياخد مرحلة نمو، ينمو وبعدين يثبت وبعدين ينهار. ففي زمن نمو وفي زمن انهيار. في الزمنين دول رغم انهم جزء صغير جدا من الثانية، الا ان الزمنين دول بيسمحوا ان انا اشوف فيهم التيار وهو بيتغير من الصفر لواحد لغاية ما يستقر عند القيمة العظمى. كمان وهو بينهار من القيمة العظمى لحد ما يوصل للصفر. فاللحظتين دول هيعملوا تغير وبالتالي ينشأ قطع متغير وتيار كهربي مستحث. بستخدم القانون، بس الأول بسمي الملفات دي وأكون عارف أسميهم. الملف اللي معاه البطارية ده دوره في المشهد ده إنه يقدم مجال وبس. يبقى الملف ده وظيفته إنه يقدم مجال وبس. طيب عشان يقدم المجال أنا هسمي الملف ده، هسميه الملف رقم 1، وممكن أسميه الملف الأصلي، وممكن أسميه الملف الابتدائي. أما الملف ده هيبقى ملف رقم 2، وممكن أسميه الملف الثانوي. عشان كده في الملف الثانوي هتتولد EMF هنسميها ثانوي أو EMF2. الملف الثاني هيتولد فيه EMF مستحثة، هيبقى قانونها عبارة عن سالب M، ده معامل حث متبادل بين ملفين، في دلتا اي اللي حصلت في واحد، التغير في التيار اللي حصل في واحد، في دلتا اي واحد على الدلتا تي. هنا الام احنا بنقدمها في القانون ده على انها مقدار ثابت، وانت اتعودت لما تتعامل مع مقادير ثابته في المنهج تجهز للسؤال ده. انا عايزه الام في طرف، فهتقول لي عباره عن الاي ام اف على الدلتا اي على الدلتا تي، بعيد عن قريب. فممكن اقول لك ماذا يحدث لمعامل حث المتبادل اذا تغيرت الاي ام اف او زادت للضعف؟ هتقول لا يحدث حاجه. طب ازاي؟ ما ده لما هيزيد للضعف الدلتا اي على الدلتا تي هتزيد للضعف وتظل الام ثابته. انت لسه بتقول لي ان الام مقدار ثابت بالنسبه للام اف، والدلتا اي على الدلتا دي هي ثابته بالنسبه لدول بس، لكن في عوامل تانية بتأثر فيها هنقول عليها دلوقتي. طيب وحدتها الهنري، وتنفع فولت في ثانية على أمبير، وتنفع ويبر على أمبير، وتنفع أوم في ثانية، دي وحدتها. تمام. طيب احنا بنقول ايه العوامل اللي بتأثر فيها؟ ما انا ممكن برضو استخدم في الحث المتبادل قانون فاراداي اللي بيقول لك اي ام اف 2 بيساوي سالب 2 في الدلتا فاي على الدلتا تي. هنفك الدلتا فاي هتبقى ايه 2 في بي 1 على الدلتا تي. تاني انا دلوقتي بقول هنا هيتولد اي ام اف مستحثه هنا فين؟ في الملف التاني اهو اي ام اف 2. ليه بقى؟ علشان الملف ده بلفاته هو ان 2 ومساحته هو ان 2 هيقطع مجال مش مجاله هو، مجال مين؟ مجال المغناطيس الكهربي. يبقى ده هيقدم مجاله بس، يبقى البي دي لواحد. يبقى انت لو ركزت كده في القانون اللي احنا كتبناه مش هتلاقي حاجه لواحد غير مين؟ البي. طيب احنا ممكن نكمل القانون ده نقول فيه ايه بقى؟ هنقول ان احنا عندنا الاي ام اف 2 انا ممكن اعوض عنها بالقانون ده. يعني هنقول ام في دلتا اي 1 على الدلتا تي وادي السالب بتساوي سالب ان 2 اي 2 في بي 1 على الدلتا تي. هطير دي مع دي والسالب مع السالب، هيبقى عندك ام في دلتا اي 1 بتساوي ان 2 في اي 2 في بي 1. طيب هفك ايه المرة دي؟ هفك بي 1. ايوه المجال اللي هنا هتجيب المجال ازاي؟ انت درست الملف اللولبي وعارف ازاي تجيب المجال بتاع الملف اللولبي. ميو ان اي على ال. يبقى ادي ام وادي دلتا اي 1 وادي ان 2 وادي اي 2 والبي 1 هتبقى ميو ان اي على ال ان 1 والاي 1 والال 1. طب ما انا هطير الاي 1 مع الاي 1 وهتبقى معامل حث المتبادل بيساوي
نال ميو N1 N2 في A2 على L1. طيب ما انا ممكن اتلخبط كده في ايه؟ لا مش هتتلخبط ولا حاجة. انت عندك اللفات هتبقى لفات 1 و2 عادي، لكن المساحة انت هتستخدم مساحة الملف اللي هيقطع. مين الملف اللي هيقطع المجال؟ الملف التاني. طيب والال دي بتاعت مين لو انت نسيت؟ خلي بالك القانون اللي استنتجت منه ده هو مفهوش مفهوش طول الملف، مفيش طول الملف، وبالتالي طول الملف جه من فكة البي، والبي جبناها للملف الاول. يبقى انت عندك كده ادي قانون عشان تعرف تحل بيه المسائل. وممكن احنا نستخدم الخطوة دي، يعني ام في دلتا اي بيساوي ان في دلتا فاي، نحل بيها معظم المسائل. تمام. طيب نشوف بالنسبة بقى للحث الذاتي. يعني ايه الحث الذاتي؟ المرة دي هيبقى عندي الموصل. يا ترى الموصل المرة دي هيقطع مجال مين؟ المرة دي انا اول مرة جبت له مجال طبيعي، وتاني مرة جبت له مغناطيس كهربي، وتالت مرة هيقطع مجال نفسه. وطب هنغير خطوط الفيض ازاي؟ هنا مش ينفع تقريب وابعاد، لا احنا هنعتمد على الفتح وغلق الدايره. يبقى احنا دلوقتي بنقول في الحث الذاتي الملف هيقطع مجال نفسه، وساعتها الاي ام اف اللي هتتولد فيه هتبقى سالب ال في دلتا اي على الدلتا تي. وهنا ال معامل الحث الذاتي للملف. واقدر استخدم برضو قانون فاراداي، الاي ام اف بيساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي. دي ام اف ودي زيها، ممكن اساوي القانونين ببعض، يبقى سالب ال في دلتا اي على الدلتا تي بيساوي سالب ان في دلتا فاي على الدلتا تي. دي هتطير مع دي، والزمن مع الزمن. السالب، انا اقصد السالب مش ال، السالب هيروح مع السالب، يتبقى لك ال في دلتا اي بيساوي ان في دلتا فاي. تمام. وممكن كمان نفك الدلتا فاي دي لايه في بي، ايه في بي، يبقى ان اي بي وادي ال في دلتا اي. طيب هنتعامل ازاي؟ هنفك البي، ادي ال وادي دلتا اي وادي الان وادي الايه. هفك البي ده ملف لولبي، يبقى ميو ان اي على ال. طب تمام. الاي هتروح مع الاي، وهيبقى معامل الحث الذاتي بيساوي نال. ليه قلت على الان شده؟ عشان الان متكرره مرتين، ميو ان تربيع في الايه على ال. وهنا اذا كان ال هنا في القانون دون تعتبر مقدار ثابت بالنسبه للاي ام اف والدلتا اي على الدلتا تي، فهنا هتتغير على حسب معامل النفاذيه وعدد اللفات والمساحه المقطع والمسافه الفاصله بين اللفات. يعني دي العوامل اللي بتتوقف عليها معامل حث الذاتي. لو انا عندي ملف ومعايا مصدر للتيار المستمر، يعني معايا بطاريه ومعايا مفتاح، خلي بالك الملف هيتكرر في الفصل الرابع، بس هيبقى الملف مع تيار متردد. اما في الفصل الثالث الملف مع بطاريه مع مصدر مستمر. في الحاله دي انا اقدر اطبق قانون اوم للدوائر المغلقه عادي. وهنا لحظه الغلق، يعني التيار في مراحل النمو بتنشا في الملف اي ام اف مستحثه عكسيه، بتعمل على تاخير نمو التيار، بتخلي التيار ياخد وقت عقبال ما يصل الى القيمه العظمى. وهنا الاي ام اف المستحثه لحظه الغلق بتبقى الاي ام اف المستحثه العكسيه كبيره جدا. كبيره قد ايه؟ قد الفي باتري، فبتلاشيها وتمنع مرور التيار. فالتيار لحظه الغلق، خلي بالك من الجمله دي، التيار لحظه الغلق هيساوي صفر. علل ليه لحظه الغلق التيار بيبقى بصفر؟ لان لحظه الغلق هينشا في الملف ده قادر على قطع مجال نفسه، فهينشأ فيه ام اف مستحثة عكسية مساوية للفي باتري في لحظة الغلق تمنع مرور التيار. طب ما ده امر خطير، ده احنا كده المفروض نحرم الملفات على الدوائر ادام بتعمل ام اف عكسية رهيبة بتمنع مرور التيار، ده مشكلة كبيرة. قالك مش تقلق، لان الام اف العكسية بعد ثواني او اقل من الثواني بتنكمش وتبدأ تقل، وكل ما تقل التيار يمر، واول ما يوصل التيار للقيمة العظمى هتنتهي تماما وتبقى مش موجودة في الدايرة. طيب احنا دلوقتي لما هنتكلم عنها يبقى احنا بنتكلم على جزء من الثانية اللي فيه التيار بينمو، هي موجودة في الفترة دي، لكن لما التيار بيثبت عند قيمة محددة هي مش بتبقى موجودة. طب لو حبينا نتكلم على وصفها في مرحلة النمو،
ونستخدم قانون للدوائر المغلقة. أنا بتكلمش على اللحظة، خلاص لحظة الغلق عدت، وفي لحظات تانية مازال التيار في مرحلة النمو لسه ما وصلش للقيمة العظمى. ساعتها هقول إن الآي بيساوي الفي باتري ناقص في العكسية على ار. ليه استخدمت القانون كما لو كانت الدايرة في حالة شحن وتفريغ؟ ما هو الملف ده مصدر، وبالتالي في عكسية اللي هتيجي فيه كأنها بطارية معاكسة للبطارية الأصلية اللي في الدايرة، فأنا استخدمت كأنهم بطاريات بيتطرحوا من بعض. طب تعالى نضرب طرفين في وسطين، يبقى الاي في الار بتساوي في باتري ناقص في العكسية. طيب لو أنا كنت طالبة منك المعدل الذي ينمو به التيار لحظة وصول التيار إلى تلت القيمة العظمى. طيب ما أنا هاجي أعوض بقى في القانون ده، هجيب الفي عكسية في طرف، يبقى في عكسية في طرف هساوي في باتري ناقص اي في ار. ليه استدركتها في طرف؟ عشان هفكها لال في دلتا اي على الدلتا تي بتساوي في باتري ناقص اي في ار. طب ليه انا عملت كده؟ علشان هو طالب الدلتا اي على الدلتا تي، يبقى الدلتا اي ده اسمه المعدل اللي هينمو بيه التيار، هودي ال الناحية التانية، يبقى في باتري ناقص اي في ار على ال. طب تعالوا كده نعوض. الفي باتري سيبها، اما هنا التيار بيمثل تلت القيمة العظمى. طيب القيمة العظمى اللي هي ايه؟ تلت القيمة العظمى، القيمة العظمى اللي هي في باتري على الار. طيب مضروبة في مين؟ مضروبة في ار على ال. ساعتها دي هتطير مع دي، يبقى في باتري شيل منها تلت في باتري، يبقى انت عندك تلتين في باتري على ال. دي كده فكرة. لو كان قال لي عايزين المعدل الذي ينمو به التيار لحظة الغلق، هعتمد على الجملة دي. أول المعدل بينمو به التيار دلتا اي على دلتا تي. لحظة الغلق احنا عارفين ان الاي ام اف العكسية بتساوي الفي باتري، فهفك الاي ام اف العكسية في دلتا اي على الدلتا تي بتساوي في باتري. يبقى انت عايز الدلتا اي على الدلتا تي لحظة الغلق بس، هتقول في باتري على ال. ده لو كان لحظة الغلق. في بعد كده عندنا تطبيقات على الحس الذاتي للملف مصباح الفلوروسنت. طيب الحس الذاتي عبارة عن ملف بيقطع مجال نفسه، ده قصدك انك تقولي ان مصباح الفلوروسنت جواه ملف قادر على قطع مجال نفسه؟ بالفعل. طيب ازاي بقى المصباح او ازاي الملف هيعمل اضاءة للمصباح؟ احنا بنقول ان الملف هيقوم بتفريغ الطاقة المغناطيسية المخزنة بداخله في انبوبة مفرغة من الهواء بها غاز خامل، فيحصل ان الغاز الخامل ده هيتأين، فتتصادم الايونات بمادة فلوروسية فتضاء. ايه برضو الكلام ده؟ تعالى كده شوف، انا معايا ملف ومعايا مصدر للتيار ومعايا مفتاح، وعندي هنا مصباح الفلوروسنت، مصباح مطلي بمادة فلوروسية وظيفتها ان انت لما بيخبط فيها ايونات بتضاء الشاشة. وعندي هنا طرف في قطعة كده اسمها ستارتر، لو انت عارف ان انت القطعة دي بنغير بيها لما تكون اللمبة نيون كده فيها مشكلة. تمام، احنا لو قفلنا المفتاح هيمر التيار الكهربي، فالملف هيخزن الطاقة الكهربية وهينشأ فيه او هيتولد فيه EMF مستحثة عكسية. في اللحظة دي بيخزن الطاقة الكهربية في صورة مجال أو طاقة مغناطيسية. تمام، هيجي التيار هنا هيلاقي نفسه قدامه فرعين، فرع فيه المصباح، والمصباح فيه غاز خامل، وانت عارف ان الغاز الخامل لا يمرر التيار الكهربي. وطرف تاني فيه القطعة دي اللي اسمها ستارتر. الخطين بتوعها او السلكين بتوعها ضعيفين جدا، لدرجة ان مجرد مرور التيار الكهربي فيهم هينفصل السلكين، وتدي وهم للدايرة دي ان الدايرة دي مفتوحة، فيبدأ الملف ينشأ فيه EMF طردية. وخلي بالك ان الEMF الطردية اكبر بكتير من الEMF العكسية، فلما تنشأ فيه EMF طردية اللي احنا بنقول يقوم الملف بتفريغ الطاقة المغناطيسية. يبقى التخزين بينشأ مع العكسية والتفريغ بينشأ مع الطردية، فبيفرغ الطاقة المغناطيسية المخزنة بداخله في الغاز الخامل اللي موجود في الأنبوبة اللي هي مفرغة من الهواء. فاللي بيحصل انه بيتأين، فلما الايونات بتصطدم بالمادة الفلوروسية المغطى بيها الأنبوبة فتضاء. يبقى احنا دلوقتي بنقول ان تطبيق على الحس الذاتي مصباح الفلوروسنت.
مصباح الفلوروسنت. الفكرة بقى هنقول يقوم الملف بتفريغ الطاقة المغناطيسية المخزنة بداخله في أنبوبة مفرغة من الهواء بها غاز خامل. فيحصل ايه بقى؟ تتصادم الجزيئات بعضها ببعض فتتصادم الأيونات مع المادة الفلوروسية للأنبوبة فتضاء. يبقى دي كانت بالنسبة للحس الذاتي. في بعد كده عندنا حاجة اسمها التيارات الدوامية. دي تيارات مستحثة لكن سيئة للغاية، لأنها بترفع درجة حرارة القلب المعدني لدرجة انصهاره وبتعمل تلف في الآلات. عشان كده لازم نتغلب عليها. فطرق التغلب عليها إن أنا بقسم القلب المعدني إلى شرائح. التيارات الدوامية بتنشأ في القلب المعدني في حالتين: لو القلب المعدني تحرك في مجال ثابت، أو كان القلب المعدني ثابت بس المجال متغير. في الحالتين دول يجي تيارات دوامية ترفع درجة حرارة القطع المعدنية لدرجة الانصهار. فللعلاج إن احنا نقسم القلب لشرايح بينهم مادة عازلة عمودية على التيارات الدوامية لإضعافها، عشان نضعف التيارات الدوامية. ومع ذلك في بعض الناس فكروا إنهم يستغلوا هذه التيارات الدوامية كفايدة، فيصنعوا منها حاجة اسمها أفران الحس لصهر المعادن.